قصة حرف ال H. اللي حصل يا حبايبي ان كان في ولد مؤدب وشاطر اسمه هاني. مامته دخلت لقيته قاعد حزين unhappy. قالت له مالك يا هاني؟ قال لها انا زعلان علشان الكلب بتاعي. قالت له ماله الكلب بتاعك؟ قال لها ما عندهوش هاوس، منزل يقعد فيه، وبنسيبه بالجنينة. بيتعب جدا لما يكون الجو حر. هوت 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 حار هوت. قالت له خلاص يا حبيبي ما تزعلش، لما بابا يجي بكرة اجازة، هوليداي اجازة. لما يجي هخليه ياخدك ويروح لعم هادي النجار، ويخليه يصنع لك هاوس، منزل للكلب بتاعك، ونحطه في الجنينة والكلب ينام جواه بعيد عن الشمس والحر. هاني كان فرحان جدا، هابي. واستنى فعلا باباه لما جه. ومامته قالت لباباه، وباباه وافق وقال له روح نام، وهنقوم الصبح بدري نروح لعم هادي النجار يعمل لنا هاوس المنزل للكلب بتاعك. هاني سمع الكلام وراح نام، وقام الصبح بدري متحمس جدا وفرحان جدا وسعيد، هابي. خد شاور ولبس الملابس بتاعته، وعلشان الجو كان شمس وحر حط على راسه هيد، حط على الهيد راسه، حط ايه؟ لبس هات قبعة راس، هيد، وقبعة هات. ومشي مع ابوه، راحوا لعم هادي النجار. ابوه قال له عايزين نعمل هاوس للكلب بتاع هاني. عم هادي النجار كان بيحب الولد هاني جدا، وقال له حاضر، تعالى يا بطل ساعدني، ناولني الخشب وناولني الشاكوش، هامر، وهنعمل بيت او منزل هاوس للكلب بتاعك. ومرت ساعة واتنين، كانوا فعلا خلصوا الهاوس. هاني كان فرحان جدا ومتحمس، شال الهاوس بإيديه، هاندس، يد هاند. ومشي مع أبوه، راحوا البيت وحطوا الهاوس في الجنينة، والكلب جري بسرعة ودخل جوه الهاوس، وكان فرحان وسعيد جدا. وتوتة خلصت الحدوتة. تعالوا يا شطار نراجع الكلمات اللي قلناها جوه القصة دي. أول حاجة كلمة سعيد أو فرحان happy، وكلمة حر hot، وكلمة منزل house، وقبعة يعني hat، ورأس يعني head، وأجازة holiday، ويد يعني hand. كل الكلمات دي يا شطار بتبدأ بحرف ال H، حرف ال H. وحرف ال H ليه شكلين، الشكل ده اللي هو الكابيتال اللي هو كده، والشكل سمول صغير اللي هو كده. أهم حاجة حرف ال H ده اسمه H، لكن صوته كده، ها. صوت حرف ال H ها. صوت حرف ال H ها. تعالوا نقول الكلمات تاني. سعيد يعني happy، سعيد يعني happy. حار يعني hot. منزل يعني house. قبعة يعني hat. رأس يعني head. شاكوش يعني hammer. يد يعني hand. سعيد يعني happy. تاني يا ولاد، حرف ال H صوته ها، صوته ها. صوت حرف ال H ها.
ها، زي الكلمات اللي قلناها، بس المرة دي انتوا اللي هتقولوها. الصور هتقلب قدامك وانت تقول الانجليش بتاعها.